رضيع للبيع مقابل بيرة. انت متخيل؟ في سبتمبر 2024 واحد اسمه دارين أوربان عنده 21 سنة ومراته اسمها شالين إهلارز، يا رب أكون نطقت اسمها صح، عندها 20 سنة. حاولوا انهم يبيعوا ابنهم الرضيع اللي عمره شهرين بس مقابل $1000 وإزازة بيرة في مخيم هايد أواي في مدينة روجرز. القصة انتشرت بسرعة كبيرة جدا وسببت صدمة للكل. الزوجين دول عرضوا ابنهم الرضيع على ناس في المخيم وقالوا لهم ان هم مستعدين يتنازلوا عنه مقابل $1000 وإزازة بيرة. في ناس سمعوا الكلام ده من الزوجين وفكروهم بيهزروا، وفي ناس بقى بلغت الشرطة فورا. بعد التحقيق بقى اكتشفت الشرطة ان دارين وشايلين كتبوا عقد يدوي فيه تفاصيل الصفقة كلها، وكتبوا فيه انكم بعد ما توقعوا على العقد ده مش هتقدروا تغيروا رأيكم. والشرطة وجهت للزوجين تهمة تعريض الطفل للخطر. دارين طلع بكفالة $50,000 لكن شايل فضلت في السجن، والقضية ما زالت قائمة لحد النهاردة. انا ديابلو وبقدم قصص كتير، اشترك بقى.